قلعة قايتباي. تقع قلعة قايتباي في نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت في مكان منارة الإسكندرية القديمة اللي كانت من عجائب الدنيا السبع، واللي تهدمت سنة 702 هجرية إثر الزلزال المدمر اللي حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة في سنة 882 هجرية، وانتهى من بنائها بعد سنتين، يعني في سنة 884 هجرية. وكان سبب اهتمامه بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية، واللي كانت بتهدد المنطقة العربية كلها. واهتم السلطان المملوكي قنصوة الغوري بالقلعة، فزاد من أهميتها وشحنها بالسلاح. شكل قلعة قايتباي بيميل إلى شكل المربع، مساحته 150 متر في 130 متر، يحيط به البحر من 3 جهات، وبتحتوي القلعة على الأسوار والبرج الرئيسي في الناحية الشمالية الغربية. وتنقسم الأسوار إلى سور داخلي وآخر خارجي، فالسور الداخلي يشمل ثكنات الجند ومخازن السلاح، أما السور الخارجي للقلعة فيضم في الجهات الأربعة أبراجا دفاعية ترتفع إلى مستوى السور، باستثناء الجدار الشرقي الذي يشتمل على فتحات دفاعية للجنود. ويتخذ البرج الرئيسي في الفناء الداخلي شكل قلعة كبيرة مربعة الشكل، طول ضلعها 30 متر وارتفاعها 17 متر، وبتتكون القلعة من 3 طوابق مربعة الشكل. وتوجد في أركان البرج الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة، والأبراج دي أعلى من البرج الرئيسي، وفيها فتحات لرمي السهام على مستويين. وبيشغل الطابق الأول مسجد القلعة اللي بيتكون من صحن و4 إيوانات وممرات دفاعية تسمح للجنود بالمرور بسهولة خلال عمليات الدفاع عن القلعة. وكان لهذا المسجد مئذنة ولكنها انهارت مؤخرا. أما الدور الثاني فيحتوي على ممرات وقاعات وحجرات داخلية، ويضم الطابق الثالث حجرة كبيرة فيها مقعد السلطان قايتباي يجلس فيه لرؤية السفن على مسيرة يوم من الإسكندرية، يغطيه قبو متقاطع. كما يوجد في هذا الطابق فرن لإعداد الخبز المصنوع من القمح، وكذلك طاحونة لطحن الغلال للجنود المقيمين في القلعة. وقام السلطان قنصوة الغوري بتجديد القلعة وزاد من حمايتها، وقد أهملت القلعة في فترة الخلافة العثمانية لمصر. ولما ضعفت الدولة العثمانية بدأت القلعة تفقد أهميتها الاستراتيجية والدفاعية نتيجة لضعف حمايتها، فاستطاعت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت الاستيلاء عليها وعلى مدينة الإسكندرية سنة 1798 ميلادية، ومنها استولوا على باقي مصر. ولما تولى محمد علي باشا حكم مصر عمل على تحصين مصر وبخاصة سواحلها الشمالية، فقام بتجديد أسوار القلعة وإضافة بعض الأعمال بها لتتناسب والتطوير الدفاعي للقرن التاسع عشر الميلادي، تمثلت في تقوية أسوارها وتجديد مبانيها وتزويدها بالمدافع الساحلية، هذا بالإضافة إلى بناء العديد من الطوابي يعني جمع طابية والحصون التي انتشرت بطول الساحل الشمالي لمصر. ولما قامت ثورة عرابي سنة 1882 ميلادية، والتي كان من نتائجها ضرب مدينة الإسكندرية في يوم 11 يوليو سنة 1882، ومن ثم الاحتلال الإنجليزي لمصر، تم تخريب قلعة قايتباي وإحداث تصدعات بها. وقد ظلت القلعة على هذه الحالة حتى قامت لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1904 بعمل العديد من الإصلاحات والقيام بمشروع لعمل التجديدات، استنادا على الدراسات اللي قام بيها علماء الحملة الفرنسية والمنشورة في كتاب وصف مصر، وأيضا الحملة اللي قام بها الرحالة كاسيوس في كتابه سنة 1799. ودلوقتي جاري الانتهاء من مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي والمنطقة المحيطة به،
وده للحماية من هجوم الأمواج البحرية العاتية والتي كانت تهدد بانهيار القلعة التي تعد أحد أهم الآثار والمعالم التاريخية بالإسكندرية. وبيتضمن التطوير إقامة رصيف وممشى بحري بطول 550 متر يحيط بالقلعة الأثرية، وهتحول المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمي.